السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وسيلة الطبخ المغربي والإسباني. اليوم إن شاء الله غادي نصايب معكم فداوش بالكفتة وصلصة ديال الطماطم وكذلك بصوص بيشاميل. فهنا كتشوف معايا خديت قاميلة، درت فيها واحد البصلة تكون كبيرة مشلضة. هنا كنطيب بالسمنة، يعني هاد الوصفة هادي غادي نطيبها كلها بالسمنة اللي هي عبارة على الزبدة كتكون كندوبوها وكنخليوها كطيب على نار مهيلة حتى كيتصفى لينا هاديك الرغوة ديال الحليب، كتولي مدهبة لتحت ما كتحرقش، كتولي غير مدهبة. دابا على بال ما طيب ليا البصلة نخليها على نار مهيلة، غادي نوض ندوز معاكم باش نصايبو البيشاميل. هنا خديت كذلك شوية ديال السمنة، وعلى فكرة هاد الوصفة اللي صايبت اليوم معاكم ديال الفداوش بالكفتة وصوص البيشاميل، ثقوا بيا جا فيها المذاق ديال هاد السمنة لا يعلى عليه 20,000 مرة حسن من الزيت. يعني المذاق، كنهضر على المذاق، يعني واحد الطعم ما شاء الله فيها بنين غني وغزال بزاف. هنا كيف ما كتشوفوا خديت واحد الكميه تقريبا ديال 3 معالق كبار ديال الزبده، وخديت 2 معالق ديال الدقيق كيف ما كتشوفوا. صافي غادي نطيبهم مزيان، انا حتى نحس بهم انهم طابوا. فغادي نضيف تقريبا واحد ايتر ولا ربع تاع الحليب. المهم البيشاميل كيبقى دائما على حساب الكميه ديال لي بات ولا الباستا اللي نتوما غادي تستعملوا. انا هنا استعملت نص كيلو ديال الفداوش، فدرت هنايا تقريبا ايتر ولا ربع ديال الحليب باش غادي نصايب انايا هاد البيشاميل ديالي. هنا من بعد ما خلطت الدقيق والحليب والدجاج مزيان، خاصنا نعطيوه التحريك بزاف. وفي حال كاع لا حسيتوا انه تكور لكم شي حاجه ماشي مشكل، دائما عندنا الحلول. كناخذوا الباتور وكنضربوه شويه، صافي ما كيبقاش فيه حتى شي كتله. باش غادي نسم انايا هاد البيشاميل، خديت شويه الملحه وشويه تاع البزار وشويه ديال الكوزه. ضفت كذلك 2 قطع ديال هاد الفرماج هذا ديال الساندويتش، هنا كيعيطوا له اللونشا. صافي وغادي نذوبو مزيان، وغادي على فكره غادي نخليه هاد البيشاميل غادي نخليها شويه خفيفه. علاش؟ لان هي من حده وهي كتبرد كتزيد كتقال. هذا هو القوام اللي بغيت انايا. صافي غادي نخليها على جنب. من بعد غادي نضيف عليها ثاني واحد شويه تاع الجبن كاضافه. هنا من بعد ما تحمرت ليا البصله، هاد الكفته هادي دائما كنقول لكم انا كتبقى عندي واحد الكميه في الكونجيلاتور مصايبه، فالحمد لله لقيتها انايا مصايبه، يعني طيباها من قبل. هي كذلك مشحره بالبصله. صافي زدت على هاد البصيله ثاني، وغادي ندير ليها العطريه ديالها اللي هي الكمون، الملحه، البزار، التحميره، وغندير شويه ديال الصوص صوجا اللي كتعطينا بصراحه واحد البنه غزاله، وكتزيد كتنسم لينا اي حاجه درناها فيها، سواء كان حوت او لحم او دجاج. نتوما عارفين تبارك الله ان هي كتعطي بنه غزاله. هنا كتشوفوا درت واحد المعلقه كبيره حتى 2 معالق ديال الصلصه ديال الطماطم او مطيشه ديال الحك. نتوما عارفين يعني كتختار لنا داك لاصوص كتساعد باش كتعطينا كميه كبيره ثاني ديال الصلصه ديال الطماطم. من بعد ما غادي نقليها شويه بحال هكا نحس بها هكاك تحلات، غادي ندير كيلو ديال المطيشه تكون مطحونه. كما كتشوفوا الصلصه هنا عندي ديال المطيشه خاطره. غادي نزيد واحد شويه تاع الماء، واحد الكاس تقريبا كبير دي كاس ديال الماء هكاك، وغادي ندير العطريه كيف ما شفتوا. صافي وغادي نخليها كطيب على نار مهيله. هنا درت كذلك الزعتر واحد المعلقه كبيره. هنا ما بغيتوش تستعملوا الزعتر ديروه معدنوس عادي ولا القزبر معدنوس، حتى هو كيجي فيه نسمه غزاله بزاف. هنا راه درت الملحه من بعد ما طابت ليا انا لاصوص دقتها. علاش؟ لان الكفته كانت عندي فيها الملحه، فما بغيتش نضيف الملحه حتى طيب. ومن بعد صافي زدت معلقه كما كتشوفوا ديال السكر باش كنعادل المذاق وديك الحموضه ديال المطيشه. هنا كنسلق في لي بات، كلشي كيعرف يسلق لي بات. هادو الفداوش ديال المغرب غزالين زوينين بزاف 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 بنانين، واحد الدرجه ما كتصوروش، لدرجه ان اختي بقات كتضحك عليا قالت لي الناس كيجيبوا لي بات من برا وانت كدير لي بات من المغرب، ولكن ثقوا بيا راهم غزالين زوينين بزاف. هادي خديت البيغكس عفوا، هنايا دهنته بالسمنه، يعني كلشي بالسمنه. صافي حطيت هنا المسائل كلها اللي غادي نحتاج قدامي باش ما نبقاش نديرونجي انا في راسي. صافي غادي ندير شويه ديال البيشاميل، غادي نفرشو لتحت. غادي ندير نص الكميه ديال الفداوش، اولا الا بغيتو بحال هكا تخلطوا هاد الفداوش مع ديك البيشاميل بحال هكا كلها ودير النص تفرشوه. من بعد
ديروا لاصوص حتى هذيك هي غتجيكم مزيانه. احيانا انا كندير ليها بحال هكايا، يعني كنخلط كلشي بالبيشاميل صافي، وكنوزع كما قلت لكم الطبقه الاولى وندير لاصوص وكنكمل التتمه ديال الوصفه. هنا من بعد ما فرشت الفداوش كما كتشوفوا الكميه الكبيره درتها لتحت. غادي ندير لاصوص ديال الكفته اللي بمطيشه، على فكره راه خاطره بزاف وفيها كميه ديال الكفته يعني زوينه بزاف. يعني غادي نكثر هنايا غادي نكثر انايا شويه ديال لاصوص باش من الطيب ما تجيناش ناشفه، واخا هكاك لي باترا كيشربوا كيجيو ناشفين، فانا غادي نكثر هنايا كما كتشوفوا. لاصوص ديال المطيشه والكفته خصكم تكونوا سخيين الصراحه، فهاد الوصفات هادو ديال لي بات ما نتسقرموش عليها، خاصه الصلصه ديال المطيشه. بالنسبه للكفته داكشي القياس اللي عندكم ديروه، اما الصلصه عفوا تكون خاطره بحال هكايا، يعني ديروا الصلصه لانها كتجي صراحه زوينه وكتعطيها واحد التعليكه غزاله لي بات. صافي هنايا غادي ندير عليها واحد الرشيشه تاع الفرماج، اي نوع تاع الفرماج نتوما عندكم ديروه، غادي نديرو صافي. وما تبقى من هذاك الفداوش غادي نغطي به كما كتشوفوا معايا هنايا، غادي نغطي به هنايا الطبسيل ديالي اللي كتشوفوا معنا. وعلى فكره جات غزاله بالفداوش، يمكن لكم ديروها، انا كندير حتى بالسباكيتي، راه فايته دايره معكم في القناه. اي نوع ديال لي بات بغيتو ديروه داكشي اللي كاين عندكم ديروه، سباكيتي فداوش هذه المجعبه، يعني اي حاجه درتوها راه غتجي فيها غزاله. هنا كما شفتوا بقات عندي واحد الكميه قليله صراحه، ف غادي نحاول ما امكن نوزعها على الطبسيل، ولكن ماشي مشكل غادي نغطيها، يعني هادشي كلشي غادي نغطيه بالفرماج، وغادي نغطيه كذلك بالصوص ديال البيشاميل. بالنسبه للصوص بيشاميل يمكن لكم تطربوا واحد البيضه حتى هي تخلطوها معاه الا بغيتوها زعما تجيكم قاصحه مزيان. اما هي صراحه هاد الفداوش هكا بهاد الطريقه هادي الا بغيتوها تجيكم بحال قاصحه شويه خليوها حتى تدفى، يعني ما تاكلوش سخونه. اما انا راه غادي نقطعها كما غتشوفوا معايا من بعد، غنقطعها شويه سخونه فما غاديش باينه تقطع، دائما هذه كنقولها لكم. اما الا خليتوها حتى بردات ولا بقات شويه دافيه فكونوا على يقين ان التقطيع غتبقى لكم قاده، وغتجيكم القطع غتجي زوينه وباينه الطبقات. هنا كندير الصوص ديال البيشاميل، شفتوا كيف قلت لكم، شفتوا كيفاش خليت القوام ديالها جاري، وشوفوا كي اختارت، هي اصلا اختارت وزدت فيها واحد شويه تاع الفرماج محكوك باش كيزيد ثاني بنه على بنه الصراحه. صافي غادي نبقى ندير الوجه ديالها. وهنايا كذلك الا بغيتو ديروا واحد البيضه عاوتاني طربوها وديروها من الفوق، الا بغيتوش تخلطوها مع البيشاميل خلطوها من الفوق، الا بغيتوها تجيكم مذهبه ومحمره بزاف. هذه احيانا انا كنديرها، يعني انا عطيتكم كاع الحلول، ما بغيتوش ديروا بحالي هكايا خليتها عاديه، درت فوقها غير شويه ديال السمنه كيف ما كتشوفوا، وجات خفيفه. واخا كتشوفوا الكميه ديال السمنه اللي درت فيها في الوصفه كلها، ثقوا بيا راه جات خفيفه لواحد الدرجه ما كتصورش، وجات واحد البنه ما شاء الله لا قوه الا بالله غزاله. كنتمنى انكم تجربوها بهذه الطريقه هذه، فعلا كتستحق انكم تجربوها للغدا بحال هكا او للعشاء مع شويه ديال السلطه، كيكون طبق يعني غزال وزوين بزاف. هنا من بعد ما خرجتها من الفران كتشوفوا معايا هنايا، خليتها في الفران واحد ربع ساعه فقط. غادي نخلي عليها غير تهمت شويه لان صراحه سخونه بزاف. غادي نحاول نقطع معكم واحد القطعه كتجي معلكه، والبيشاميل صراحه مع داك الجبن اللي درت فيها اش غنقول لكم، راه ما شاء الله بدون تعليق. اللسان كيعجز عن وصف صراحه بحال هاد المسائل هذه ما شاء الله. هنا كتشوفوا معايا صراحه ملكه غزاله، وحتى لي بات هاد النوع هذا ديال لي بات هذا اللي جبت معايا صراحه من المغرب غزالين، غزالين بزاف ما كتصوروش، بقاو واقفين ما تعجنوش، ماشي بشرط ديروهم كاين بعض الناس كيديروهم الزيت باش ما كيتلصقوا ما كيتعجنوا، ما حتى شي حاجه، غزالين تبارك الله. واخا نشكر لكم فيهم تنعيه صراحه المنتوج ديال بلادنا المغربي انا حمقني صراحه. مني خديته في الاول شفتو قلت هذا المنتوج غادي يكون رائع، وفعلا ربي ما حشمنيش، ومني طيبته جا فعلا رائع.
فكنتمنى أن الوصفة ديال اليوم اللي شاركت معاكم أن تعجبكم وتروق لكم وتجربوها. كنخليكم إن شاء الله على خير ونتلاقى بكم في وصفة جديدة. السلام عليكم.